شكرا يا رونالدو على كل حاجة جميلة قدمتها لكرة القدم، شكرا على أجمل نموذج للإصرار والعزيمة، أنت أجمل ثمرة للاجتهاد شفناها في حياتنا يا رونالدو. بقينا بنضرب بيك المثل دايما يا بطل، لما بنشوف لاعب اتعرض للعنصرية والانكسار على طول بنحط في أذهاننا هو رونالدو كان هيتصرف في الموقف ده ازاي. كل التحديات اللي انت مريت بيها ثابتة في أذهاننا، راسخة في عقولنا، حبيب قلبي يا رونالدو. واجمل حاجه في عنوان قصتك ان ما زال العطاء مستمر، ده نشكر اللحظات اللي قضيناها معاك. والله اجمل لحظات قضيناها معاك هي لحظات التحديات اللي كنت بتعملها كل مره، وحتى مع ضعف المنظومه اللي انت بتلعب معاها مع النصر السعودي الا ان اسمك ما زال حاضر في ارضيه الميدان، ما زلت موجود في الملعب يا رونالدو، ما زال عطائك مستمر، ما زالت التحديات موجوده، الاصرار والعزيمه موجودين في ارضيه الملعب، التحفيز اللي بنشوفه منك لزملائك اقسم بالله تقدر تقول انك اب وقائد في قلب ارضيه الملعب، مش مجرد لاعب كره قدم.